مش كل اللي حوالينا ينفع يكونوا صحاب، وده اهم درس انا اتعلمته. كنت فاكرة انهم صحابي لحد ما اكتشفت انهم سبب كسري. فاكرة اول مرة اتعرفت عليهم كنت مبسوطة، حاسة اني لقيت ناس شبهي، نضحك سوا ونخرج سوا واحكي لهم كل حاجة عني من غير خوف. كنت مطمنة زيادة عن اللزوم، بس مع الوقت بدأت احس بحاجة غريبة. كل ما افرح بحاجة الاقي تعليق يطفي الفرحة، كل ما اتكلم عن حلم حد يضحك او يقلل منه. انتي مكبرة الموضوع، غيرك احسن منك بكتير. كلام صغير بس كان بيكسرني واحدة واحدة. لقيت نفسي بتغير، بقيت اسكت كتير، بقيت افكر 1000 مرة قبل ما اتكلم، وبقيت دايما حاسة اني اقل واني لازم ارضيهم باي طريقة. واسوأ حاجة اني كنت بدافع عنهم قدام نفسي. سألت نفسي سؤال بسيط: انا ليه دايما تعبانة بعد ما اشوفهم؟ ساعتها بس فهمت ان المشكلة مش فيا، المشكلة فيهم. بدأت ابعد واحدة واحدة، مش بخناق ولا بمشاكل، بس اخترت نفسي، اخترت راحتي، اخترت ابقى مع ناس تشجعني مش تكسرني. لو انتي حاسة نفس الاحساس انك بتخسري نفسك عشان ناس، يبقى لازم تعرفي مش كل حد في حياتك يستاهل يكون فيها او يكونوا صحابك. اهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة روبي فور جلو. دي الحلقة الثالثة من سلسلة اتعلمي ازاي تبدأي من جديد. احب اعرفكم بنفسي للي اول مرة يشوفني او يشوف قناتي. انا سندس خالد، عمري 12 سنة. هنا اقدم لكم محتوى تطوير ذات للبنات، وموضوعنا النهاردة مهم جدا، وهو الاصدقاء والعلاقات السامة، وازاي نختار صحاب يرفعونا لفوق مش ينزلونا لتحت. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا على الفيديو. النهاردة هنتكلم عن الاصدقاء والناس السامة. الناس السامة مش لازم يكونوا اشرار بشكل واضح، اوقات بيكونوا اقرب الناس ليكي. هي اللي بتخليكي تشكي في نفسك، بتقلل من انجازاتك، بتختفي وقت ما تحتاجيها، بتظهر بس لما تحتاجك، بتخليكي تحسي بالذنب على اي حاجة. باختصار، اي حد يخليكي تتعبي نفسيا اكتر ما ترتاحي معاه، ده بيساوي شخص سام. لو حسيتي انك مش على طبيعتك، مش بتحسي انك مبسوطة، بتحسي انك مقيدة، او بتحسي بشعور غريب، او بتفكري 100 مرة قبل ما تتكلمي، دايما حاسة انك مش كفاية، بتخرجي من القعدة متضايقة من غير سبب واضح، بتبرري ليها غلطاتها اكتر ما هي بتعتذر، بتخافي تخسريها رغم انها بتأذيكي، دي مش علاقة، دي علاقة بتستهلك. خليني اقولك على حاجة يمكن توجعك شوية: مش كل اللي ضحكت معاكي صاحبتك، ومش كل اللي قعدت جنبك بتحبك. ركزي في كلام كويس. في ناس وجودهم في حياتك خسارة مش مكسب، واصعب قرار انك تبعدي عن واحدة انت متعودة عليها. يمكن تحسي بوجع، ممكن تحسي انك شريرة، ممكن تعيطي، ممكن تنهاري. ازاي تتعاملي معاهم؟ اعترفي لنفسك، ما تضحكيش على نفسك وتقولي عادي. لو تعبانة فدي اشارة بتدل على ان في مشكلة. حطي حدود. اتكلمنا عن بناء الحدود قبل كده بشكل مبسط، لكن لسه ما خلصناش، هنتكلم عنها في فيديو مخصص لبناء الحدود قريب. نرجع لموضوعنا. مش لازم تردي على كل حاجة، مش لازم تشرحي لنفسك دايما، قللي تدريجي، مش لازم تقطعي مرة واحدة، ابدأي بهدوء. اختاري نفسك بس مرة واحدة، وحطي نفسك رقم 1. هتشوفي الفرق. دوري على الصح. في ناس كتير كويسة، بس انت اللي كنتي مشغولة بالغلط. انت تستحقي صحاب يفرحوا لنجاحك، يدعموكي، يحبوكي، يحسسوكي بالامان، يخلوكي احسن مش اسوأ. مش طبيعي انك تتواجهي عشان تفضلي مع حد. في ناس هتزعل لما تبعدي، مش عشان بيحبوكي، لا، لكن عشان فقدوا حد كان بيديهم من غير حساب. افتكري دايما راحتك النفسية اهم من اي علاقة. ولو في حد سام في حياتك، يمكن يكون ده الفيديو اللي انت كنت مستنياه. حط نفسك رقم 1 لمرة واحدة. انت مش شريرة لو قطعتي من الناس دي من حياتك. اقطعيهم قبل ما طاقتك تستنزف، اقطعيهم قبل ما نفسيتك تبوظ. وعلى فكرة، عادي ما يكونش عندك صحاب، بس مش عادي انك تكوني مع ناس زي دول. واهم حاجة تكوني بتحبي نفسك واثقة فيها، بتحبي احلامك، بتسعي. ابني لأحلامك، اسعي لأحلامك، فضي وقت ليها، اتعبي لها وبس. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو حسيتي ان في حد من صحابك كده، ما تتجاهليش الموضوع ده، تقوليش عادي يعني، لا، على فكرة الناس دي ممكن هتأذيكي بعدين. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وبس. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وبس. سلام.